عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر يكون عمري عشان الاهلي يقول. ده هتاف جمهور التالتة شمال. يا مشجع الاهلي العظيم، يا مشجع الزمالك المحترم، يا مشجع الدراويش، يا كل مشجعين الانديه الجماهيريه في مصر، احترم كيان نفسك، احترم نفسك انت، احترم البيت اللي اتربيت فيه، احترم والدك واحترم والدتك، حافظ على كيانك وعلى اسمك وعلى شكلك. يا كل المسؤولين عن الكرة في مصر، الناس اللي قاعدة في التالتة شمال والتالتة يمين، والناس اللي بتشجع الاسماعيلي والمحلة والمصري والاتحاد، الناس دول هم الكرة المصرية. الناس دي هي اللي عاملة للكرة طعم وشكل. الناس دي هي اللي بتحط من جيبها مش بتاخد. الناس دي اللي لو معاها 200 جنيه بيروح يصرفها وهو قاعد في التالتة شمال وبياكل قرصة وبيشرب كوباية شاي او واحدة باتيه. كل الكلام ده هيبقى عارفه عشاق الكورة في مصر، بس عشاق المدرجات، الناس اللي بتحب تروح المدرجات، اللي بتعتبر ان النهارده الاهلي هو عيدها، الزمالك هو فرحتها، الاسماعيلي هو مجدها. الناس دي يا جماعه هي اللي بتصرف على الكوره في مصر. الناس دي اللي ما بتركبش عربيات، الناس دي اللي ما بتقعدش في فنادق، الناس دي اللي ما بتركبش طيارات، الناس دي العاديين اللي بيعملوا كيان للكوره في مصر، اللي بيخلوا المدرجات شكلها حلوه، الناس دي اللي خلوا للكره المصريه طعم وشكل في ظل ان هي كوره عاديه واقل من العاديه. يا عمنا يا استاذنا يا راجل يا محترم، انا قلتها وهفضل اقولها، الكوره للجمهور. لكن انا على المستوى الشخصي من بعد احداث بورسعيد وانا ما بتجيش في بالي فكره استاد. ليه بقى؟ عشان انا فاهم ومريح دماغي. لكن انت ما ينفعش ان انت تروح وتيجي تقول لي هم ال2000 بتوع جمهور الرجاء صوتهم اعلى من ال50 60 الف. ما هو ده اسال ما يسالوش واحد عاقل. مستحيل مستحيل انت تبقى عاقل وتسال السؤال ده. اكيد ال60 الف دول كان بيحصل معاهم لقطات في الملعب بتخليك انت تسأل. لازم تسأل، لازم تقول ازاي ده ال60 ألف لو كل واحد بيقول سلام عليكم هيبقى صوته أعلى من ال2000 واحد بتوع المشجعين الرجاء المغربي المحترمين اللي فوق دماغنا. ولكن أنا عايز أسأل سؤال، أنت إيه اللي يخليك تروح ماتش كورة وأنت عارف إن أنت هتتهان أو هتتعرض لمضايقات أو الكلام ده كله؟ يا حبيبي كوباية شاي ب5 جنيه أو كوباية قهوة ب7 8 جنيه واقعد اتفرج على الماتش على القهوة وريح دماغك وسيب لهم المدرجات. مفيش حاجة في الدنيا تستاهل ان امك تتبهدل عشانك ولا ابوك. مفيش اي شيء في الدنيا، وانا قلتها وهفضل اقولها. عدي من قدام بوابة النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري، قول لهم بس يا جماعة انا ممكن اخش اعمل حمام. شوف رد فعلهم ايه. اكيد مش هيدخلوك لان الموضوع مش بتاعك ولا بتاعي. احنا بس مجرد بنفك عن نفسينا ومحسسين نفسينا ان في حاجة في البلد. مش هكمل عشان انا مش يعني عايز كمان ابويا وامي يبقوا مبسوطين معايا. ولكن انا اللي عايز اوصله لك، اوعى بخيالك يروح بعيد ان انت ممكن تعرض نفسك لاي شيء او تعرض ابوك او امك لاي مخاطر عشان خاطر كرة قدم. ويا ريت كمان في كوره، ده احنا بنحب حاجه هي يعني مش بص يا كابتن، بص يا كابتن، اقعد اتفرج على الماتش كده وسيب لهم المدرجات عشان مش هينفع اقول كلام اكتر من اللي انا بقوله ده. اقعد اتفرج في البيت وريح دماغك واشتري دماغك. انما بقى رساله لكيان النادي الاهلي العظيم، انت اعظم كيان ممكن اي حد في الدنيا يشجعه، انت اعظم حاجه ممكن تكون حصلت لاي انسان. ولكن اعذرني انا كاهلاوي هقف عن تشجيعك في المدرجات. انا كده كده ما بروحش، ولكن حبي وقلبي ما هو تشجيع النادي الاهلي ده مش يعني مش حاجه انت مثلا انت بتعملها عشان غصب عنك، حاجه لا اراديه. انت اهلاوي، انت بتحب الكيان، وانت كزملكاوي نفس الكلام واسماعيلاوي نفس الكلام. حب نفسك، اقعد في بيتك، احترم اهلك، احترم ابوك وامك اللي تعبوا وشقيوا عشان يشوفوك حد كويس ومثقف لحد ما ربنا يفرجها ويبقى عندنا كوره في مصر. بس كده يا سيدي. يا ريت نتعلم من الناس بتاعت اوروبا. شوف الدوري الانجليزي عامل ازاي يا اخي، ده انتوا ضيعتوا الكوره في مصر. اقسم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل.